هذا الرجل يدعى شوقي عباس سمان، وهو عامل مصري سافر إلى السعودية وعمره 25 سنة. اشتغل مع رجل أعمال كبير يسمى آل سعود لمدة 40 سنة، كان فيها أمين على بيته وماله وعرضه، كما أنه ساهم في تربية أبناء ذلك الرجل وعمل على تحفيظهم كتاب الله تعالى، وكان لهم صديقا وليس مجرد عاملا عندهم. مؤخرا قرر المصري الذي أصبح سنه 65 سنة أن يرجع إلى بلده يقضي ما بقى من عمره، فحزن رجل الأعمال كثيرا وأبناءه على فراق ذلك الرجل الطيب، إذ اعتادوا على بقائه معهم لفترة طويلة من الزمن، وقرروا أن يردوا له بعض الجميل الذي قام به معهم، فقاموا بعمل احتفالية كبيرة جمعوا فيها كل العائلة، فجمع أبناءه وأبناء أبناءه، وألقى كلمة في حق الرجل المصري وفضله عليه وعلى أولاده، كما أنه أخرج له مكافأة مادية كبيرة تجعله مرتاح ما بقى من عمره. وقبل الرجل رأسه أمام كل عائلته وأبنائه قبل أن يذهب به إلى المطار هو وكل عائلته في احتفالية عجيبة تليق به كأنه ملك، ليس مجرد عاملا عندهم، ولكنه يستحق ذلك وأكثر، فقد عاشرهم 40 سنة ولم يفشي لهم سرا، ولم يجرح منهم أحدا، ولم يجدوا فيه عيبا، قد عمل على راحتهم ورعايتهم وأمنهم، فكان نعم العامل وكان نعم السيد. وهكذا تكون العشرة الطيبة، لا فرق بين عامل وسيد بالنسبة لمن عنده أصل، كما قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.